بص عضه. قول الصراحه، هو اللي حصل ان انا اتفقت مع المستر، انا عملت له 3 فيديوهات او 4، فلما نزلوا عملوا على انت السوشيال احكي ميديا. لي من الاول، انت جالك من المدرسه يحكي لك مثلا؟ لا هو القصه يعني انت فكرت في موضوع الفيديوهات ده ازاي؟ هقول لك ازاي. القصه ان انا معايا مي واحمد ولادي اللي بيغنوا معايا المهرجانات على المراكب وعاملين معايا برامج قبل كام كده. سنه هم؟ مي 11 سنه واحمد دلوقتي بس بيغنوا من هم قده. عاملين معايا مهرجانات عامله ملايين على على اليوتيوب على السوشيال ميديا. فعملوا معايا برنامجين كاميرا خفيه رمضان، كانوا واخدين ترندات، وكانوا من الراجل الصعيدي اللي بيضرب بالجزمه دوت والست اللي كانت خاطفه الاطفال دول مي واحمد. فاكره البرنامج الاطفال المخطوفه؟ هم دول مي واحمد ولادي. فطبعا ده طلع كان عنده حوالي سنتين، بدأ يقول لي هو بيغير من احمد غيره مش طبيعيه. اخوه. اخوه بطريقه مهما اوصف لك يعني. فقال لي تاخدني معاك في البرامج وتاخدني معاك في الكليبات، انت بتحب احمد وانا لا. قلت له انت لسه صغير. فقال لي لا انا مش صغير وهتشوف. المهم ما جاش في بالي. فقلت له خلاص انا بعمل برنامج كاميرا خفيه واخده عشان والله ما يزعل، لكن طفل. فلما جه الكاميرا الخفيه قال كلمات في الحلقات للصعايده اللي في البرنامج، يمكن حضرتك دلوقتي لو هو قالها ما تعرفيش تنطقيها. كلمات صعبه جدا. هو بيتكلم باحساس قوي. يعني مثلا قول لها الكلمات كده اللي هي ما تعرفش تقولها، قول لها تعرفي تقولي مثلا ايه طب تعرف تقولي ما بطلتلكيش؟ مثلا. ما ايه؟ ما بطلتلكيش. ما بطلتلكيش؟ ايوه. لا انا ممثله مسرح، ما ينفعش تخش معايا طب في اوكي، في مخارج قول الفاظ لها تعرفي تقولي شديده ما تستجدهاش. شديدة ما تستجدهاش. لا انت بتقولها غلط. لا ده هو سنته مكسوره، قولها لها تاني. شديدة ما تستجدهاش. اهو شديده ما استجدتهاش. اهو ايه قولها؟ شديده ما تستجددهاش. شديده ما تستجدهاش. قالت طب ما شاء الله عليك. لا ما عيب. ده استاذه أيوة، طبعا. إحنا المهم فجه البرنامج كان مي واحمد، الدراسه فتحت فطبعا قلت اخده. يا ابني قال لي انا تمام، قلت له لا انا عايزاك تحكي لي، يعني هو لما نزل جه من العربيه حكى لك كده اكيد ده لا ما انا هقول لك بقى اهو. جه هو من كي جي 1 من كي جي 2 كل شويه يجي البيت محمد عصبي ومحمد صريح، ولو انت بوستيه بوسه كده يفضل 10 ايام مصدعنا. استاذ ريهام سعيد بستني، شفت هي بتبوسني من هنا بتحبني جدا وحياه ربنا زي ما بقول لك. فمحمد لاحظت عليه ان هو نكون مثلا بنتكلم بدايه ان انا اكتشف محمد بقى، نكون بنتكلم انا ومامته نطلب مثلا كنتاكي ولا نطلب ايه ولا نعمل اكل في البيت نتكلم، يوه انتوا اتجننتوا بتعلوا صوتكم كده بطريقه بعصبيه. انا يجي لي حاله ذهول. مره في مره بدات اكتشف ان محمد في حاجات يعني غريبه. المهم يجي من الكي جي 1 الكي جي 2 بابا بسنت والواد ياسين وسنت دي بتحبني انا، وانا جبت لها حاجات كتير بنفس الطريقه دي كده. فانت شفت ان الموضوع لا تجاهلته، والله اقسم بالله تجاهلته مش في بالي. فهو بيجي يحكي انا عارف ان ابني بتاع رياكشنات، يعني اي حد يقول له حاجه يحكيها بطريقه يضحك. تجاهلته. لما دخل المدرسه بسنت الواد ياسين، وكل ما الاب الميس تقول حاجه انا اللي بجاوب. هو شاطر قوي ما شاء الله، انا اللي بجاوب. والواد راح مديني بالكوع قال ليه؟ قلت له مين؟ قال ياسين برضه. وبسنت صاحبتي الواد ده بقعد يبص لها. بدات سنه 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 لقيت الموضوع شغله فعلا. رحت جايب التليفون. والله العظيم انا ما فاكر اللحظه اللي مسكت فيها التليفون، والدليل على كلامي ان انا صادق. شوفي اول فيديو لمحمد هتلاقيه بالترنج في البيت وعليه ميه وشعره مبهدل، يعني انا مش في بالي. مش ناوي تذيع. لو انا مرتب هشيكه بقى نعمل له لا استشاره. مرتب ايه واحنا مرتبين دلوقتي؟ مش قصدي، لا لو انا مرتب اللي انا هصوره. انا جايه فاكره ان انتوا هتقولوا لي ان دي خالص. قصه انتوا. المهم ببص لقيت محمد، رحت مصوره. قلت له محمد بسنت عملت في كده، والله العظيم بدون اي هنا في الحته دي. بسنت خانتني مع ياسين عشان ياسين كان واقف شفتهم. هو انا عايزه اسالك قبل ما من غير مقاطعه بابا، اصلا فكره تحبيني واحبها وكده جبتها منين؟ عرفتها منين؟ انا مش جبتها ولا حاجة، انا لقيتها بتحبني رحت حبابها. انا فاهمه بس بس فكره انت دي عمرها ما هتشتغل من دماغي خالص. عمرها. طب ولو سبت الحضانه ورحت مدرسه تانية؟ لا انا هدني في الدرس اللي بسنت فيه. ده كورسات هو بياخدها مش في طب المدرسه. والكورسات خلصت او الدرس خلص هنعمل ايه؟ عادي هقول له بسنت روحي الحاجه اللي انا رحتها. طب وهي بسنت هترضى؟ هي مش بسنت دي ليها بابا وماما؟ ليه؟ ممكن يقولوا لا او برضه هتحايل عليها.
بابا وماما باسنت صحيح، عارفين ان دي باسنت. هو طبعا. المهم انا لما صورته اخر فيديوهين انا اللي رتبت مع المستر. قلت له يا مستر ود، قال لي، قلت له انا صورت الواد ده كام فيديو ناجحين قوي على السوشيال ميديا. فالواد ما عادش بيقول لي خبر عن بسنت، كل ما اجي اساله او اجي اسخنه على ياسين عشان اخد منه بابا حاجات. ومامتها زعلوا اكيد صح؟ هو باباها كده يعني حصل تنشن كده حتى حتى أنا ما بجيبش سيرة كلمك المدرسة. اتخانق معاك؟ لا مش لدرجه الخناق يعني، بس يعني المستر قال لي في مشاكل هتحصل، متضايق. قلت له ده اطفال يعني، الناس لما في طفل بتاع الناس بتضحك وتفرح. لا يمكن عشان البنت حساسه شويه يعني. لا مش بنت، لا انا طفلة. عايزه بس افهمكم حاجه، عشان بس لما حد بيقول على السوشيال ميديا ازاي ويتكلم في حبه وبتحبني وبحبك، انت بتاخد الكلمه بمفهومك انت الخاص. لكن انا شوف لما سالت قلت له ايه يعني بتعمل ايه، قال لي بنجري ورا بعض فهو فاهم ان الحب ده هو الصداقه الجامده يعني. مش اللي في دماغكم اللي الناس يعني. فاهماه. مش اللي الناس فاهماه. عشان كده انا وضحت لما بقول له يعني تحبوا بعض تعملوا ايه، قال لي نجري ورا بعض، نلعب مع بعض. هو كده بالنسبه له يعني هي انتمته او صديقته يعني. فهو مش قصده وحش يعني، او يا ريت هو الناس عقله ما يجيبش كده. عشان كده انا وضحت بس فكره لما عشان انا عندي ولاد صغيرين فبساله عشان اوضح هو قصده ايه وفي يعني. حاجه يا استاذه ريهام، يا ريت برضو طبعا برنامج لكن حضرتك. بابا وماما بسنت ممكن يكونوا اتضايقوا ان بسنت داخل في الموضوع لا قالت يعني. دي بنت، بس دي طفله. انا بامانه ما هي جاش طفله في بقى بالي. لما تلاقي نفسها بتتحب على السوشيال ميديا وانا بحبك يا بسنت ايوه بس ما وبتاع. حدش عارف هي مين ولا لا مسؤوليتها لا إيه. هي نفسها. هي دي طفله، انا مش عارف على فكره. هي ما تعرفش يعني ايه حب. ما هو الواد بالظبط، اللي ما انا يعني عايزه اوضح يعني كده. لسانين وبيتكلم يا عيني، لكن هي طفله مش عارفه حاجه. المهم فمحمد بدا يجي. فبابا ومامتها زعلوا؟ خلاص كلمك الموضوع لا كلم ناس وخد موقف. قلت له وراك ستوب. بطل بقى فيديوهات لا خلاص؟ احنا هنعمل فيديوهات براحتنا. وانا بقول بسنت انت معاك دليل انها بنتك؟ السنه اللي طارت قدام بسنت، انا المشكله دي يعني صعبه. معرفش هي هتطلع ولا لا. ايه اللي هتطلع؟ السن هتطلع. لا ان شاء الله وريني افتح بقك. لا انت عندك 6 سنين صح؟ لا هتطلع ان شاء الله. انت شفت الفيديو بتاع يوم السنه؟ كان منهار. لا انا ما اتفرجتش غير على ده بالصدفه على ده فكره. ده يوم سبحان السنة. الله الصبح لقيت واحده صاحبتي مشيره الفيديو فاتفرجت، فقلت انت لا عامل ده هم سكتش حوالي 6 7 فيديوهات، وكل فيديو يعني مش عايز يوم السنه ده بقى الفيديو ده انا اللي شفت بتاع السنه. ده بتاع السنه ده اللي يعني عارفه انا كنت متضايق محروق دمي. طفل هعمل بس معاه هو كان متماسك على لا انه كان فهمت. لا مضروب لا انا بوكس فهمت وكده. من الكاميرات، وفهمت قال لي محمد عصبي والواد التاني تبت، فلما ضربه كده زق محمد يعني طفل، راح محمد نايم عليه عضه جامد. محمد كانت سنته ضعيفه قوي، في العضه جامد راحت السنه. افترى ده. عضيته. مش عضيته. الكاميرات احنا شفنا في الكاميرات وطلعت عضيته. نعمل ايه بقى؟ مش عضيته. مش عايز يقول حقيقة. انا مش عضيته. انت عضيته. على فكره انت تبقى قلت لك مش عضيته. طب ايه اللي حصل؟ احكي للاستاذ ريهام ايه اللي حصل. هو اداني في البوكس في اسناني. اداك في الفوكس في اسنانك من غير ما تعضه؟ قبل ما تعضه ولا بعد ما عضيته؟ عارفه ضربني ليه؟ عشان بس اتخذ منه حاجه واحده. فكر وانا قسما بالله ما سلطتها، وهو فكر ان انا سلطتها، وانا قسما بالله ما سلطتها. سلطتها انها تعمل ايه؟ سلطتها ان هي قلت بشتغل من ياسين حاجات وكده. انا مش سلطتها قسما بالله. امال قلت لها ايه؟ قلت لها ما تكلميش ياسين. قلت لها ما تكلميش ياسين يبقى ما سلطتهاش قسما بالله ما سلطتها. ايوه هو يقصد يومها في نفس اللحظه دي. يومها. هو على فكره مش كذاب، بس بس في هو العضة بابا دي. بيقول ان الكاميرات شافتك وانت بتعضه فانت سنتك كانت اصل متلخلخه انا وقعت. خدت موقف يعني لا وزعلت. انا مش عضيته خالص. عضته. قسما بالله ما عضيته. عضيته. مش عضيته. انا بقول لك عضيته. مش عضيته. يعني انت لما زقك كده ما مسكتش دراعه تعضه؟ لا هو اصلا اداني فلوكس اسناني بعد كده سكت. يعني هو اداك في الفوكس في اسنانك مره واحده. ايوه. قول للاستاذ ريهام بقى ماليش دعوه. يعني سنتك ما كانتش متلخلخه وانت بتعضه وقعت؟ لا سنتي ما كانتش سنتي كانت ضعيفه. طيب هو بقى اداني في الفلوكس اسناني راحت طايره. طب واللي في الكاميرا ده مين؟ اللي في الكاميرا اللي بيعض ده مين؟ وممكن يكون لا. نسي بقى ولا حاجه. لا انا مش عضيت اي حد. حد لابس زيك مثلا؟ لا مش عضيت اي حد. ايه مين اللي في الكاميرا؟ لا بابا قال لي تخليك قاعد هادي في الدرس وانا سمعت كلامه. وانا اصلا مش عضيته. مين اللي طلع في الكاميرا بيعض؟ هو يوم ما كلمته في التليفون وهو قاعد هنا، شفت الفيديو ده؟ ايوه شوف هو ده قاعد هنا. شفته. سامع البابا انت عايز تعمل عليه حوار. شفتيه؟ هو انت ازاي بس انت كلمتك صحيح؟ لا انت ما رحتش كورس؟ عارفه
فكلمتك تطمن عليك؟ عارفه بابا قال لي بس انت بتتصل بيك. انا كنت مش مصدق. قال لي شفت مثلا كان بيتكلم معايا في الاخر بقى عرفت ان الضحكه ان هي مي اختي. رحت عند مي اختي شديت شعرها وكسرت عندها.